الاهلي يخسر من غزل المحله 2-1. بس مش ده موضوعنا. احنا موضوعنا انه احنا بنشوف الناشئين بتاعتنا، والبطوله مش مهمه بالنسبه لنا. احنا سايبينها البطوله اصلا، مش عايزين البطوله، احنا عايزين نطلع الناشئين. بنكتسب الخبرات ازاي؟ تعال اقول. واحد زي ابراهيم الاسيوطي، بسم الله ما شاء الله عليه، لاعب فورمه. واحد زي ابراهيم القاسم، برضه ناشئ حلو، تبارك الله عليه، ممتاز جدا. وبرضه خد معاك حسين شحات، ما شاء الله ما شاء الله عليه، لعب ماتش 100%. ماتش 100%. السروهات بسم الله ما شاء الله عليك حسين شحات، ماتش عمله النهارده حسين شحات حلو، مفيش كلام. النقطة عايز اتكلم فيها بخصوص التحكيم. حسين شحات ايه عمل في الجون ده؟ هقول لك انا يعني. حسين شحات لم اللاعب، اداله كوبري ولمه، وجاي باص الكورة، في التحام بينهم ما بين بعض. يعني مش التحام يعني تحسبه فاول ولا حاجة، ده اتنين مع بعض. الكورة راحت للاعب الاهلي ابراهيم القاسم. بعد ما راح ابراهيم القاسم لف، شاطها جت جون. الفار لما جه راجع، احتسب فاول على الاهلي. انا شايف الكرة دي ما فيهاش ريحة الفاول، ما فيهاش ايتها حاجة. انا نفسي اعرف ليه التحكيم، ليه الفار لما يجي قصاد الاهلي بيبقى فايق، ولما يجي حاجة تكون للاهلي بيكون ما فيش فار، نايمين. في البطولة دي بالذات يعني انا اللي شايف. وكان الله بالعون في التحكيم المصري كله اصلا. وبعد كده احنا ولا يهمنا البطولة، ولا عايزين حاجة من البطولة. احنا اهم حاجة في البطولة دي اطمنا على اشبال الاهلي، دي اهم حاجة عندنا. احنا مش عايزين حاجة من البطولة، احنا اهم حاجة ناشئين النادي الاهلي، طمنا عليهم كده، طمنا ان شاء الله في جيل قادم هيبدع في الكرة المصرية مع النادي الاهلي. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، واشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.